اليهود كانوا شايفين نفسهم ان هم اكتر ناس يعرفوا الاله الحقيقي. بوصايا الله تقدر تبتعد عن الله، والاعتراف هو اصعب خطوه لشخص انه ممكن يطلع يكون بيعترف مش باخطائه لكن بانه اصلا ما يعرفش ربنا. فلو الدافع ورا الجهاد علشان اوصل، انا مش هوصل. كتير قوي بنسمع عن مثل الابن الضال، نتأثر قوي بقصة الابن الصغير وهو بيتوه وبيتعب ويقرر انه يرجع تاني بيت باباه. بس تعالوا المرة دي نفكر في ابن تاني كان ضال في القصة واحنا مناخدش بالنا منه. تعالوا نتعرف اكتر في حلقتنا دي عن الابن الاكبر. ازيك يا شادي؟ ازيك؟ كله كويس؟ كله زي الفل، تمام. كنت في مرة بتكلم مع حد عن مثل الابن الضال وكان كل القصة مركزة على الابن الضال الصغير لما رجع، وده كل القصة، وده اللي اتعمل عليه أفلام واتعمل عليه صور واتعمل عليه حاجات كتير قوي. رغم ان لو رجعنا للموقف اللي يسوع حكى فيه المثل، كان أصلا بيحكيه عشان يبروز الابن الأكبر. بالظبط. ايه قصة الابن الأكبر؟ ده سؤال مهم. واحنا بنحط البرواز هنرجع كم خطوة لورا. هو ده مثل من ضمن الثلاث أمثلة هما باكج على بعض. يعني ده المثل رقم 3 الأخير. بس ال3 كانوا بيجاوبوا على اتهام اليهود والفريسيين اتهموا بيه المسيح انه ده بياكل مع عشارين وخطاة فبدأ يحكي ال3 أمثلة دول. ففي كل مثل أو في كل جزء من المثل الكبير قوي كان عايز يوصل فكرة. صح. بس جه عند الابن الضال وانا بيعجبني تيموثي كيلر وهو بيقول انه دول الابنين الضالين، مش ابن واحد. بس الهدف من المثل نفسه هو انه يقول لهم مشكلتهم هم. يعني القصة نفسها مش على الابن الصغير. الابن الصغير يعني بطل جانبي، مش البطل الاساسي بتاع القصة نفسها. بطل القصة نفسها هو الابن الأكبر. وده يمكن عكس اللي احنا طول الوقت متربين عليه او بنسمعه. صح. في حين المسيح كان قصده لا، انا بركز، انا عايزك تركز اصلا على الابن الكبير. اوكي. واتوقع انه دي واحده من ضمن المشاكل اللي لما نبتدي نفكر مكان المسيح وهو بيجاوب على الفكره، نكتشف حاجات في نفسنا بشكل مخيف جدا. بس لو جينا نبص بقى على الابن الأكبر والمشكلة اللي عنده، يمكن هو يعني مش واخد حقه في القصة، لأن هو طلع في آخر مشهد وهو بيقول في أول مشهد وفي آخر مشهد، في أول وفي الآخر صح. بس هو في الآخر بيقول إنه أنا بعمل كذا وكذا وكذا، ولا مرة احتفلت بيا، ولا مرة ذبحت لي حاجة، ولا مرة عملت لي لو اتهم أخوه وليمة. واتهم أخوه طبعا إنه مسرف، وإن هو وبذر فلوسه على الزواني. لما نرجع اللي انت قلت ان هو كان بيوجه الكلام لاصل الناس اللي هم اليهود اللي كانوا بيشتكوا. طب دول اليهود وخلاص، وهو بيحاول يشبههم بده. انا بقى كشخص مسيحي في الكنيسة ابص ازاي على الابن الاكبر؟ اوكي، خليني اقول انا هلبس النضاره شويه، الورلد فيو بتاع اليهود، وهاخد منه الفكره الاساسيه اللي هو المعتقد المحوري اللي المسيح كان عايز يتكلم فيه، وهنشوفه النهارده ازاي. اوكي. اليهود كانوا شايفين نفسهم ان هم اكتر ناس يعرفوا الاله الحقيقي. صح. زي ما انا النهارده لو انا بقول بدعي ان انا شخص مسيحي، فانا بقول انا عارف الله الحقيقي. صح. وادعائي ده مبني على ان انا بقى عرفت ايا كانت الطريقه اللي عرفت بيها، بس شاعر في نوع من انواع الامتياز بشكل او باخر ان انا عرفت الله الحقيقي، وفي ناس تانية لسه ما يعرفوش. اوكي. حتى ولو كان ده نعمه من ربنا، حتى لو ده كان بس انا حاسس ان انا افضل بشكل او باخر. اوكي. الافضليه دي هي بتبقى ماشيه كويس لحد ما يحصل حاجه بتكشف حقيقتي. القصه نفسها هي كشفت حقيقه الابن الكبير في كذا نقطه. يعني تيموثي كيلر اللي في نفس الكتاب بتاع مثل الابنين الضالين جمله مشهوره قوي وصادمه كانت بالنسبه لي. أوكي. وهو بيقول انه ده اللي ممكن يبقى النهارده الشخص اللي بيقول انه مؤمن بالله، اللي بيقول انه مؤمن بالله هو عايشها. فبيقول يمكنك ان تبتعد عن الله بوصايا الله ذاته. لا، واحده بقى عشان كده الجمله صعبه. فهو يعني بيقول لك انك بوصايا الله تقدر تبتعد عن الله. فتخيل الجملة دي صادمة فعليا لما تيجي تسمعها ازاي انه تقدر انه بوصايا الله تقدر تبتعد عن الله. فهو بيقول لك بعديها بيفسرها، بيقول انك يمكنك ان تبتعد عن الله بطريقة لا اخلاقية زي الابن الصغير. فواحد هو قال لابوه
انت ميت بالنسبه لي، انا عايز انبسط في حته بعيده عنك. اوكي. واحد تاني قال لا، انا هستغل اللي عند ابويا علشان افرح بيه. فاستغله ازاي؟ ان انا اسمع الكلام فبطريقه اخلاقيه انا كويس، وبالتالي تديني الحاجه اللي انا استمتع بيها. انا مش عايز استمتع بيك انت اصلا، اوكي، عايز انا استمتع هستغل بالعطايا اللي انت بالظبط. فانا بتديها لي. هستغلك، هستغل وجودك، هستغل الوصايا اني اسمعها علشان اقدر استمتع بالحاجه دي مع اصحابي. يعني هو بيقول انه وصيه لم اتجاوز قط، لكن انت ما اديتنيش اي حاجه عشان استمتع بيها مع مع اصحابي اصحابي. وافرح بيها. والجدي اللي كان المفروض افرح بيه انت ما اديتهونيش. فهو الخناقه ليه وصيه لم اتجاوز قط؟ عشان هو عايز حاجه يفرح بيها، هو مش عايز ابوه اصلا. اوكي. فالراجل بيقول انك لا ينفع تبتعد عن الله بوصايا الله لما يبقى الدافع في تنفيذ وصايا الله هو ان انت بتدور حوالين نفسك. اوكي. فحضرتك طول الوقت بتدور حوالين نفسك. هو انت لما اجي ابص النهارده بالنضاره بتاعت النهارده، وده حتى بولس قاله في كذا رساله، هو انت لما بتصلي ليه؟ هو انت لما بترنم ليه؟ هو انت لما بتروح الكنيسه عشان يعني هتاخد مجموعه من الحسنات والبركات اللي تخليك يعني تروح وانت مبسوط يعني السماء، ولا انت بتعمل ايه؟ ايه الدافع اللي ورا القصه؟ فانت بتصلي ليه؟ بترنم ليه؟ بتخدم ليه؟ بتتكلم عن ربنا حتى ليه؟ بتعيش مظاهر الوصايا بتاعت الله ليه؟ ايه الدافع ورا الموضوع؟ الدافع هو اللي بيحدد حقيقة انت قريب لربنا ولا لا. اوكي. وكأني لما انا بقى دلوقتي الشخص المسيحي اللي بالظبط. المؤمن اللي بيروح كنيسة وصية واللي لم ممكن يكون أتجاوز. بيخدم وصية لم أتجاوز، أنا محتاج أبص على دوافعي من ناحية الابن الأكبر. وكأني أنا عديت مرحلة الابن الأصغر، يعني أنا عديت مرحلة بالظبط. إن أنا كنت بتمرمغ في الطين وبتمنى أكل الخنازير. دي مرحلة بالظبط. وأنا عديتها دلوقتي، بس دخلت في مرحلة تانية ممكن تبقى أسوأ. بالظبط. هو إني أنا الابن الأكبر اللي بيروح الكنيسة وبيخدم لأجل منفعة شخصية. بالظبط. بس ده خليني بقى يعني افكر في المحور بقى في الاخر، انه طب انا دلوقتي وانا ادركت مشكلتي كابن اكبر وادركت انه كان عندي مشكلة زي ابن الاصغر، ايه الحل بقى؟ طيب خليني اقول كام تحدي. ده اصعب حاجة بالذات لو انت مثلا شخص بتخدم وانك تعترف ان انت بعيد عن ربنا. يعني تخيل واحد هو ممكن يكون بيخدم، او ممكن يكون بيجي لربنا ناس من خلاله بس هو ما يعرفش ربنا. يعني هل في نوعية من الناس دي هتبقى فعليا موجودة؟ ده اللي المسيح قاله في وقت من الأوقات، قال إنه في اليوم الأخير إنه في ناس هتيجي تقول باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات وعجاب، والمسيح في النهاية يدي تصريح أنا ما أعرفكمش. خلاص. لأنه فعليا هم مش بيعملوا ده بدافع صحيح، لكن بيعملوا ده بدافع خاطئ ناحية إن هم عايزين يظهروا، عن إن هم عايزين يكسبوا من وراه أيا كانت القصة. فلازم أدرك، وصعب جدا على شخص متدين، وده حتى اللي بولس عدى بيه كاختبار، إنه راجل متدين يقول أنا غلط، أنا معرفش ربنا. ده صعب جدا. وعشان كده الاعتراف ده أول بدايات، ده نص العلاج في القضية دي بالذات. والاعتراف هو أصعب خطوة لشخص إنه ممكن يطلع يكون بيعترف مش بأخطائه، لكن بأنه أصلا ما يعرفش ربنا. يعني ممكن اعترافنا بأخطائنا أسهل بكتير من انك تيجي تقول في يوم من الايام انا اسف، انا كنت بخدعكم، انا اصلا ما اعرفش ربنا وبقرر انه ارجع تاني لربنا. ده امر مرعب بالنسبه لاي شخص هو عاش مده طويله عشان صورته، عشان القناع، عشان الناس اللي حواليه. هو طول الوقت خايف من الناس اللي حواليه. هو النهارده بيعمل ده علشان يكسب حاجه من وراه. فالنهارده انت بتقول له لا اكسر ده وتنازل عن ده. وده اللي المسيح كان عايز يوصله لليهود. انتوا مفيش تمييز بينكم وبين الامم، ان انتوا بعاد زي ما الامم بعاد، بس واحد بعد بطريقه لا اخلاقيه، انتوا بعدتوا بوصايا الناموس. يعني وصايا الناموس اللي المفروض كانت تقربكم من ربنا انتوا استغلتوها. هي اللي بتبعدكم. بالظبط. فانت النهارده علشان تعترف، لو انا بقول في القصه وده كانت اصعب حاجه، والمسيح عانى، يعني مش عانى بس كمان اكتشف ده، او كشف لينا ده، مش هو اكتشف لكن كشف لينا ده، انه اصعب حاجه انه الشخص المتدين او الشخص اللي شايف نفسه كبير انه يعترف بان هو لا، هو محتاج ينكسر، هو محتاج يقول ان انا زي الصغير. اوكي. مش يقارن نفسه، ودي نمرة 2. فرقم 1 هو انه يعترف. رقم 2 ما يقارنش نفسه بانه احسن من الناس اللي حواليه، لانه في الغالب ادراكنا او طول الوقت مقارنتنا، طول الوقت بنبص على الناس ان هم
دول اقل مننا فاحنا احسن حالا، بيخلينا اصلا ما ناخدش خطوه ناحيه ان احنا نتغير. حاجه غلط اصلا. صح بالظبط، لانه انا كويس، انا احسن من غيري، فانا طول الوقت طول ما بقول انا احسن من غيري في الغالب انا مش هاخد قرار لانه هبقى كويس يعني. أوكي. كويس ماشي الحال. ده نمرة 2. نمرة 3، انا محتاج من وقت للتاني طول الوقت عشان ما ادخلش حتى في الدايره دي، هو ان انا افحص دوافعي، هو انا بعمل ده ليه. هو انا لما يعني الابن الكبير لما اتخانق علشان يعني الابن الاصغر انه بزر وضيع واسرف مال وراجل يعني هلاس، طب هو يعني انت ليه بتتخانق الخناقه دي؟ عجبني واحد قوي قال هو مش يعني في الغالب مش بيتخانق الخناقه لانه خايف على فلوس ابوه، ولا بيتخانق الخناقه لانه خايف على الناموس اللي انكسر، لانه في المجتمع اليهودي اللي عمله الابن الاصغر ده المفروض لما يرجع يترجم. صح. يعني يترجم لحد الموت. هو مش القضيه انه خايف على اي حاجه من دول، بس قال لك هو دلوقتي خد الورث بتاعه الصغير وصرفه. لما هيرجع هياخد من ورث مين؟ من ورث اللي قاعد بقى. فهو التاني مش عايز ياخد، فهو مش عايزه يرجع لانه عارف انه لما هيرجع هو قلقان من انه ياخد من مراسه. عشان كده حتى الاب بيقول له كل ما ليه هو ليك، يعني ما تقلقش، هو مش هياخد حاجه منك. أوكي. يعني مش هياخد حاجه منك. فدي نقطه اهم. هو انا لما حتى بتخانق او بقول على حاجه غلط او صح، اوقات انا محتاج اسال نفسي هو انا بقول ليه كده. ففي جزء من الفحص طول الوقت، وده ما بيوقفش في رحله الايمان المسيحي. وفي جزء تاني قاله بولس في الجزء ده مخصوص لما قال امتحنوا نفسكم هل انتم في الايمان. انا من وقت للتاني محتاج امتحن نفسي، هو انا فعلا مش لانه انا شاكك طول الوقت وانا اعرف ربنا ولا ما اعرفش، لا، بس هو اللي انا بعمله ده يليق بربنا ولا لا. هو اللي انا بعمله ده ايه الدافع بتاعه. في مقولة مشهورة لابونا متى المسكين بيقول الفكرة دي، بيقول انه احنا مش بنجاهد علشان نوصل السماء، لكن لان احنا عارفين ان احنا هنوصل السماء فاحنا بنجاهد. فالدافع ورا الجهاد ايه؟ فلو الدافع ورا الجهاد علشان اوصل، انا مش هوصل. فلازم اخلي بالي هو انا بجاهد ليه، هو انا بعمل الوصية ليه، هو انا بعمل ده ليه. وكأن الجهاد هو انا مش بتحرك علشان ابقى، لكن بالزبط. انا بتحرك لان انا بقيت. مين. بالظبط. وهنا ده النقطة الاهم. اوكي. في بعد كده، ودي اصعب نقطة، هي اتخاذ القرار. يعني انا عرفت، اعترفت، وانا محتاج اعترف مش بس قصاد نفسي وقصاد ربنا، لكن قصاد كمان جسد. بالظبط. لانه اوقات انا بستسهل، خلاص انا بعترف مع ربنا عارف كل حاجه فاعترف بسهوله، وافضل محافظ على صورتي واخلي صورتي، وده مع الوقت بيخلي نوع من انواع الاستهانه. لكن ازاي نعترف مع الناس اللي حواليا القريبين مني، اللي بثق فيهم واللي شايف فيهم ان هم ناس تقدر تفهم حتى الاعتراف ده وتقدر تساعدني في ان انا امشي خطوات. لكن كمان النقطه الرابعه هو القرار. قرارات، ودي بتبقى اصعب حاجه. ايه الحاجات اللي ممكن اسيبها واتنازل عنها؟ ممكن اخد قرار ان انا هوقف الحاجه اللي انا بعملها كخدمه. اوكي. مش بوقف علاقتي بربنا، لكن بوقف الافعال الظاهره اللي كانت بترسم لي صوره معينه وانا مبسوط بيها، والدافع بتاعها هو ان انا اكسب من وراها. هنا انا محتاج محتاج قرارات، محتاج يعني قرار، محتاج تدريبات روحيه، ازاي ان انا اتعلم ان انا اعيش في الخفاء، ازاي ان انا اعمل حاجات ما حدش يشوفها. فيبقى الدافع بتاعها هو انا بعملها ليه برضو تاني. وانا بعملها ليه، ومش بعملها علشان ارضي ربنا عشان اكسب من وراه حاجه، لانه ده نوع من انواع الاستغلال. صح. اللي هو مرفوض في النهايه. لكن هو بعمله بدافع الحب ولا لا، بدافع انه انا انسان عايش بطريقه مختلفه، عندي هدف مختلف في الحياه، فباخد القرارات بناء عليها ولا لا. فلازم ابتدي اتعلم بعض التدريبات اللي تساعد انه الموضوع ده يقل. بس اهم حاجه بالنسبه لي في الاربع نقط دول هو ان انت تاخد قرار انك تعترف، لانه الاعتراف هو بدايه فتح القصه. اوكي. لو حبيت ابروز الهدف بتاع القصه في الاخر، هيبقى انه الابنين كانوا بيدوروا على حاجتين مختلفتين في اول القصه. انه في شخص كان بيدور على الانبساط بتاعه، بس دور عليه بطريقه غير اخلاقيه، والتاني كان بيدور على الانبساط بس كان بيحاول يوصل له بطريقه غير اخلاقيه، رغم ان الهدف الحقيقي في الاخر هو اني استمتع ببنوتي من الاب، بالعلاقه. واللي وصل للنقطه دي هو الابن الاصغر. هو اللي ادرك انه علاقتي القويه مش في اني ابسط باللي عند ابويا، ولكن اني ابسط مع ابويا.
ومع العلاقة دي كل حاجة تانية بتيجي. وده اللي كان الأب بيحاول يقوله للابن بالظبط الأكبر في الآخر، إنه صدقني اتبسط بيا وهتلاقي كل حاجة بتجيلك يعني. ولو جينا نفكر في الحتة دي بقى كمسيحيين ونبص بقى على حتة ازاي الابن الأكبر كان بيبص للابن الأصغر، ازاي أنا أهرب من إني كشخص مسيحي في الكنيسة أبغض شخص جديد لأني شايفه بيستمتع بحاجة أنا مش عارف أستمتع بيها. دي نقطة مهمة، بس أعتقد إنه كان فيها نقطتين أو اتجاهين في القصة، يعني في الابن الكبير بالذات. هو وكشخص يعني كنت نموذج للابن الأصغر شوية، فحسيت بيها في الكنيسة وقت ما ابتديت أدخل ترجع الكنيسة تاني للبيت أنا راجع. فالكل بيحاول يعلمني، فاهم؟ فكله بيحاول يعلمني فعلم عليا، بس يعني كلهم بيحاولوا يعلموني يعني. بس في واحدة من ضمن الحاجات بعد وقت أنا لقيت نفسي بعمل زيهم، يعني أنا مش بعيد عن الفكرة. صح. لأني في جزء من الأجزاء لما ببتدي أتعلم بتنفخ وببقى فاكر نفسي إني أحسن من اللي حواليا. مع التجارب والخبرات والخبطات بكتشف إن أنا مش بعيد عن القصة دي. بس بقول رقم واحد، أنا أوقات ما ببقاش شايف العيوب اللي فيا، فببقى شايف إنه أنا كويس وأنا كامل وأنا المقياس، في حين إنه أنا مش المقياس. وإنه لو اتحطيت على المسطرة بتاعة المسيح أنا هطلع ناقص، هطلع ناقص بكتير. وإنه عارف أنت المثل برضو اللي قاله المسيح لما قال 2 مديونين، واحد مديون ب50 والتاني مديون ب500، الاتنين مديونين في النهاية. انت طول الوقت بتحاول تقارن نفسك عشان تقول انا احسن، وده جزء نفسي داخلي عند اي بني ادم طول الوقت. هو عايز يشعر ان هو افضل من اللي حواليه علشان يحس انه انا استحق، واصل لحته كويس يعني عارف. ولا ودايما يعني هتلاقي حتى في اغلب الايديولوجيات الدينيه او الافكار الدينيه في اديان مختلفه هي بتميل ناحيه انه اعمل زياده عشان تبقى احسن، عشان تبقى افضل في السبق ده. المسيح جه كسر السبق ده كله، يعني جه كسر السبق فقال لهم هما الاثنين ضالين، هما الاثنين ضايعين. بس هو المشكله ان انا مش قادر اشوف او بحاول اقارن طول الوقت. فرقم واحد انا مش محتاج اقارن، لانه ممكن ابقى انا اللي شايفه اقل مني هو اكتر استمتاع واكتر قرب في العلاقه مع الله، انا ما اعرفش. عشان كده العمق العلاقه ما بيتقاسش بيه هو جاي منين، هو الفكره بيتقاس بيه انا مدى قربي لله ومدى استمتاعي بالعلاقه بالظبط. فعشان كده انا مش محتاجه، يعني رقم واحد انا مش محتاجه اقارن نفسي باللي حواليا. 2 انا مش احسن من اللي حواليا، لانه لو اتحطينا على المسطره بتاعه المسيح كلنا ضايعين. لكن كمان رقم 3 في فكره الابن الكبير، ان طول الوقت انا محتاج اتعلم. يعني انا مش هبقى كبير، مش هوصل لمرحله وابقى كبير او هكتفي من التعليم او هقول انا وصلت. يعني بولس الرسول يقول بعد سنين عددها من الخدمة والكرازة والإعلانات والمراحل العميقة مع الله، يقول لا أنا عايز أعرفه. صح. ويقول إن أنا ما أعتقدش إن أنا وصلت، لكن بحاول أدرك وبحاول أوصل وأسعى لسه نحو الهدف. فأنا لسه في رحلة، أنا مش هتوقف. إمتى بشعر إن أنا ابن كبير أو الفكرة بتاعت الابن الأكبر في القصة دي؟ لما بقول أنا وصلت، أنا عارف كل حاجة. في الغالب ما بيبقاش عارف كل حاجه، يعني اللي بيدعي انه عارف كل حاجه هو في الغالب مش عارف كل حاجه. هو بالعكس ده ممكن يكون جاهل عن حاجات كتيره جدا. لكن الشخص اللي عنده معرفه حقيقيه بيدرك انه لا، هو ما يعرفش حاجه، هو محتاج لسه يعرف. فالنقطه الثالثه دي اهم. انا مهما ماشي في الرحله انا لسه تلميذ صغير، ومهما كبرت انا لسه قدام مشوار كبير. انا المشوار بتاعي مش بينتهي. المشوار بتاعي ان انا اوصل لصوره المسيح. ده موضوع مش هنوصل له حتى في رحلتنا في الحياة، بس احنا ماشيين فيه لحد ما نوصل لحتة، لأنه كل حاجة أعمق في رحلتنا على الأرض هي ليها تأثير في الأبدية. صح. وعشان كده أنا طول الوقت محتاج أدرك أنا مش في المقارنة دي، أنا مش في المقارنة مع الناس، أنا مش في المقارنة بتاعت مين أفضل من مين. صح. أنا طول الوقت عايز أكون شبه المسيح، وكأني عيني مش على اللي حواليا خالص ايا كانوا هم فين، لكن بالزبط. انا عيني على المسيح وده اللي انا بتحرك له في سكتي. اخر نقطه اقول، ودي البيك بالنسبه لي. كانت في خناقه ما بين التلاميذ والمسيح، وبيتناقشوا التلاميذ مع بعض مين الكبير اللي فيهم. صح. فالمسيح علمهم ان الكبير هو اللي ينزل عند رجلين الكل، لما عمل المشهد الكبير اللي احنا عارفينه لما نزل وغسل رجليهم. وعشان يقول لهم انه الكبير اللي فيكم هو اللي يخدم، مش اللي يبقى سيد فوق الكل. فان كنت انا السيد والمعلم وعملت كده،
واخدت اقل شغلانه علشان اقول لكم انه مش بالعمل ولا بالمين اللي هيعمل ايه ومين ما يعملش ايه ومين اللي هيقعد يبقى الكبير ويؤمر ويقول ويروح، لكن اللي يتعلم ينزل تحت في عند الرجلين في المناطق الاكثر اتساخا. فانت بتشوف مش الابن الضال، انت بتشوف رجلين الابن الضال. عارف واحد قال كده، قال هو ليه الاب قرر يقبل الابن، يقول كده تعبير في الكتاب انه وقع على عنقه قبله. هو بيقول تأمل لطيف بس هي فكرة فعلا تبدو واقعية عملية. بيقول انه المنطقة بتاعت الرقبة او اللياقة بتاعت القميص هي اول منطقة بتتوسخ في الهدوم. اوكي. فهي اكثر اتساخا في اي لبس، هي المنطقة اللي هنا اللي عند الرقبة دي، وبتبقى اكتر يعني سوء ريحه هي المنطقه دي الحته بتاعت اللياقه دايما. اوكي. عشان كده اغلب الوقت احنا اول حاجه بنبص عليها على القميص هو نظيف ولا مش نظيف. اللياقه لو اللياقه مش نظيفه خلاص هترميها. صح. فهو بيقول هو حب انه وقع على عنقه وقبله في اكتر منطقه هي ممكن تكون متسخه فيه، علشان يوصل لنا معلومه ان هو بيحب حتى بالرغم من وبيقرب بالرغم من المنطقه دي هي الاكثر اتساخا او اوحش حته فيها. أوكي. فازاي انه انت في علاقه حقيقيه مع ربنا، انا بقول لو انا وانت اصحاب احنا هنكرف على بعض، عارف انت هتاخد مني حاجات وانا هاخد منك حاجات. أيوة. لو انا في علاقه حقيقيه مع ربنا انا متاكد 100% ان الناس اللي في علاقه حقيقيه مع ربنا بيكرف عليها بالمحبه، المحبه اللي هي مستعده انها تضحي، مستعده انها تغسل رجلين، مستعده انها تقرب لاوحش حته فينا كبني ادمين ويحبونا ويقبلونا ويساعدونا على ان احنا نتغير. أوكي. فلو انا فعلا قريب من ربنا مش قريب من الوصايا، لأن الوصايا ممكن تذبح بيها الناس. صح. عشان كده المسيح كان طول الوقت يتكلم عن الوصايا انه الوصايا عشان الانسان ولا الانسان عشان الوصايا. لكن العلاقة مع الله تخليني اقرب احب واوصل لأسوأ نقطة ممكن تكون في حياة الناس اللي حواليا واخليهم يقوموا، مش ان انا ادينهم او اقارن نفسي بيهم واقول انا احسن من غيري. اوكي. وكأني لو هلخص اللي احنا قلناه عن الابن الاكبر فانه احنا اوقات كمسيحيين بنحتاج نحط نفسنا مكان الابن الاكبر، محتاج يبقى عندنا تواضع انه احنا مش احسن ناس ولا افضل ناس ولا عندنا امتيازات عن غيرنا اللي لسه جايين في الايمان او لسه بيتعلموا. وفي نفس الوقت يكون عندنا محبة للناس دي، انه على فكرة احنا كلنا زي بعض وانا بتعلم وانتوا بتتعلموا، وان الهدف الاساسي من وجودنا في البيت الكبير ده هو ان احنا نستمتع بعلاقتنا بالاب وببعض، مش ان احنا نستمتع بشويه عطايا او امتيازات كان ينفع تبقى موجوده بره البيت وينفع تبقى موجوده جوه البيت. ما هياش دي القصه يعني. ده حقيقي. ولكن القصه انه الاب هو اللي مش موجود غير في البيت بجد. شكرا جدا يا شادي، حقيقي استمتعت قوي بالمثل وبالكلام بتاعنا. وحقيقي تحدي كبير، وبصلي دايما ربنا يدينا الحكمة انه نعرف احنا واقفين فين من بيته ومن علاقتنا بيه. شكرا ليك. شكرا.